بتبدأ قصتنا مع توم وفيك اللي لسه خارجين من السجن وهما بيسرقوا عربية بعد ما غيروا الأرقام اللي عليها وخبوها في مخزن عندهم. فيك سفاح محترف وكان محبوس في جرائم كتير، أما توم كان داخل بسبب عملية تهريب صغيرة. اتعرفوا على بعض في السجن وفيك أقنع توم بعملية خطف وطلب فدية كبيرة. بالفعل ابتدوا يجهزوا ويرتبوا كل حاجة، ابتدوا يشتروا كل الأدوات اللازمة من أسلحة وعوازل وكواتم صوت للبيت اللي هيخطفوا فيه الضحية، ومنسيوش كمان حتى الكلبشات والحبال اللي هيربطوا بيها الضحية على السرير الحديدي اللي ابتدوا فعلا في تجهيزه وتقفيل كل حاجة في الأوضة اللي فيه. ابتدوا يراقبوا الضحية وجهزوا بالعربية مستنيينها أول ما تطلع، وبالفعل خطفوا البنت اللي اسمها ستيلا واللي أبوها كان مليونير وهيقدر يدفع لهم الفلوس اللي عايزينها بعد خطفها. وصلوا البيت بالفعل وهم شايلينها، دخلوها وحطوها على السرير الحديدي المجهز لتنفيذ المهمة. بعدها ابتدوا يقلعوها لبسها علشان يصوروها الصور اللي هيبعتوها لوالدها ولبسوها بعد كده لبس احمر زي المساجين. دخل عليها فيك بعد كده علشان ياخد منها الايميل ورقم التليفون اللي هيبعت من خلاله الصور ويقدر يتفاوض بيهم على الفلوس مع والدها. طلع بعد كده خرج فيك بره البيت وفضل توم يراقبها كل 10 دقايق ويتأكد انها مربوطة تمام ومفيش اي مشكلة ولا اي مقاومة منها. وبعد ما رجع فيك البيت دخلوا على ستيلا وهي مربوطة علشان يدوها تشرب مية، وهي مرعوبة ومش عارفة تتنفس ولا تتحرك ولا فاهمة ايه اللي بيحصل لها. لكنه فيك ابتدى يفهمها انه هيدوها تاكل وتشرب بس بشرط انها ما تصرخش بعد ما يشيلوا الكمامة، وان ده في مصلحتها انها تتعاون معاهم لحسن يأذوها. واول ما شال الكمامة ابتدت تصرخ بأعلى صوتها، لكنه حذرها المرة دي انه مش هيرحمها. فعلا هديت وابتدت تشرب وهي بتحاول معاهم عشان يفكوها، لكنه قال لها تسكت وتعمل اشاره بايديها بس لو عايزه تعمل حمام. فعملت اشاره وجابوا لها حاجه بلاستيك كده وهي صعبان عليها نفسها ان بيتعمل فيها ده كله. خرجوا من الأوضة بعدها وابتدى توم يحس بالذنب وهو بياكل، لكنه لاحظ فيك الخوف والإحباط اللي في عينين توم وإنه حتى مش قادر ياكل، فطلب منه يكمل أكله وتوم بيرفض، لكنه أجبره بالعافية على الأكل وقال له مفيش مجال للتراجع ولا الإحساس بالذنب، وانهم لازم يكملوا المهمة للآخر، وبعدها كل واحد حر ساعتها يروح المكان اللي هو عايزه ويعيش بالطريقة اللي تريحه. خرج فيك كالعادة علشان يكلم والدها في مكان بعيد عن البيت علشان ما يعرفش مكان المتصل. فتوم بدأ يتفرج على الصور اللي صوروها لستيلا، وبعدها راح يشوف ستيلا ويطمن عليها، لكنه شاورت له انها عايزة تروح الحمام فجاب لها جردل وفكها واجبرها تستعمله، لكنها فضلت تترجاه انه يطلع بره لانها محتاجة شوية ادمية وخصوصية. فرفض طبعا ووافق بس انه يدور وشه الناحية التانية. واول ما بص الناحية التانية ستيلا استغلت الموقف وضربته بالجردل وقدرت تاخد مسدسه اللي وقع، وساعتها طلبت منه يفكها فورا ويقلع القناع اللي هو لابسه. فاتفاجئت انه توم صديقها القديم وحبيبها واللي ابتدى يقول لها انت اللي اجبرتيني على كده، دمرتي حياتي ومستقبلي وما جيتيش حتى تزوريني في السجن اللي انا فيه، واللي قدر بعدها يهجم عليها ويثبتها وياخد منها السلاح ويربطها من تاني في السرير بعد كده، ونبه عليها انها ما تجيبش سيرة انها تعرفه لفيك اللي معاه والا فيك هيقتلهم هما الاتنين سوا. رجع فيك البيت بعد ما رجع توم كل حاجة مكانها كأنه مفيش أي حاجة حصلت، فبيبلغوا إنه اتصل بوالدها بعد ما بعت الصور وهو رفض إنه يدفع مبلغ ال4 مليون اللي طلبوه فدية. توم ساعتها حس بالإحباط الشديد إن كل اللي عملوه ده من غير فايدة، لكنه طلب منه فيك إنه ينام وهو اللي هيراقبها ويفكر في فكرة تانية يجبر بيها والدها على دفع المبلغ. وبعدها بشوية اتفاجئ توم وهو بيصحيه فيك ويقول له قوم معايا أنا لقيت الحل، وهو انه هيصورها فيديو وهو بيعذبها ويقطع لها صباع من ايديها. فحس توم بالتوتر لكنه جهز الكاميرا وكل حاجة ودخل مع فيك وهو بيقول لها على اللي هيعمله، وفعلا ابتدت تصرخ وتعيط وتستغيث بوالدها في الفيديو انه ينقذها ويدفع لهم كل اللي عايزينه قبل ما يقتلوها، وخصوصا انها حامل كمان. فتوم اول ما سمع وقبل ما يقطع صباعها قال له كفايه كده مش لازم نكمل. بالفعل رجع فيك عن اللي بيعمله وخرجوا هما الاتنين وبيحذروا فيك انه ما يكررش ده تاني وانه هو بس صاحب القرار في المكان ده. فتوم قال له احنا خدنا اللي عايزينه في الفيديو واكتر كمان، بعد بكاها وصراخها واستنجادها بوالدها. بعدها وهي بتاكل لاحظ توم فارغ الرصاصة اللي كانت ضربتها على الارض وانها تكشف علاقتهم وكل حاجة حصلت قدام فيك، فخدها بسرعة خباها في جيبه قبل ما فيك ياخد باله. واول ما خرجوا دخل توم علشان يتخلص من فارغ الرصاصة في الحمام، لكنه فيك فضل يخبط عليه في الحمام وهو شاكك ان في حاجة غلط بتحصل من وراه. حاول يرمي عليها مية بسرعة في القعدة لكنها ما بتتسحبش،
ولا حتى نزلت في الحوض، فاضطر يخرج لفيك بعد ما بلعها من كتر خوفه منه. ابتدى يسأله عن توتره وحالته اللي مش طبيعية، لكن توم أنكر، فصدق فيك انه متوتر بسبب انه جديدة عليه حالة الخطف والقتل وكده، فبدأ يهديه ويشجعه من تاني ويقول له كل ده هينتهي قريب، بعد ما الفلوس تيجي ساعتها هيتمتعوا بالفلوس وهينسوا كل اللي حصل. وطلع علشان يكلم والدها ويشوف نتيجة الفيديو اللي بعته. واول ما خرج راح توم علشان يحسب الوقت من اخر مرة كان فيها مع ستيلا عشان يعرف الحمل ده منه ولا لا، فدخل عليها وهو بيزعق ويتهمها بالكذب وانها مش حامل ولا حاجة، فبتقول له تعالى حط ايدك على بطني وتأكد بنفسك، فبيحط ايده وينهار عليها انت كدابة ومجرد لعبة قذرة زي زمان عشان تستعطفيني ان ارحمك دلوقتي. واعترف لها انه السبب في خطفها وان فيك وهو بيختار الضحية هو اللي رشحها، وده بسبب خيانتها ليه وكل اللي عملته من اذى نفسي ليه قبل كده. قعدت تحاول تقنعه انها مش كدابة في موضوع حملها وانه يتأكد من اخر مكالمة لها على تليفونها بالدكتور اللي كان متابعها. قرر توم فورا يفتح تليفونها، وبعد ما جابه افتكر انها خدعة علشان يحددوا مكانهم لو التليفون اشتغل. دخل تاني توم بسرعة على صوت صراخ ستيلا اللي كانت بترجع ومش قادرة تاخد نفسها، فحاول يفوقها وفكها وعدلها على السرير علشان تستريح تقدر تتنفس من تاني. لكن ستيلا بتستغل الموقف وقعدت تفكره بأيامهم اللي قضوها سوا وأوقاتهم الجميلة، وابتدت تغريه قبل ما تغفله وتكون ربطته بدلها في الكلبش اللي كان في ايديها. خرجت بسرعة تدور على اي مخرج، دورت في الشبابيك والابواب لكن كل حاجة متقفلة. قعدت تصرخ لاي حد بره يسمعها لكن بدون اي فايدة. مسكت موبايل كانوا سايبينه على الترابيزة، اتصلت بالشرطة وحكت لهم كل حاجة لكنها ما عرفتش تدلهم على المكان اللي هي فيه. دخلت بعدها لتوم في الأوضة تدور على اي وسيلة تخرج، فتلاحظ مفاتيح الباب اللي اترمت جنب توم. فضل توم يستعطفها انها تفكه وما تعملش كده وتهرب بدونه، لكنها كانت بتجريه في الكلام وهي بتتسحب، كل غرضها توصل للمفاتيح اللي جنبه. واول ما حطت ايدها على المفاتيح توم كان ضاربها برجله وهو بيكسر الحديد اللي في السرير. مسكها على طول ورجع السرير زي ما كان ونيمها وهي مغمى عليها من تاني. في الوقت ده بيدخل فيك البيت، فبيحكي له توم ان ستيلا تعبت وقعدت ترجع وانه بكده ممكن يخسروها واللي فيه خطر على المهمة بتاعتهم ودفع والدها لفلوس الفدية. لكن فيك بلغه ان ابوها فعلا وافق على الفدية ده بعد ما شاف الفيديو اللي بعتوه وهي بتستغيث فيه، وانه حدد مكان دفع الفدية وخلاص اخيرا حلمهم هيتحقق ويسافر يقضي حياته في المكسيك ويبدأ حياته بنصيبه من الفلوس هناك. طلع بره توم وخد هدوم ستيلا علشان يتخلص منها ويدفنها في مكان بعيد بره البيت، لكنه بيتفاجئ بورق الكشف عند الدكتور بخصوص حملها وهي ما كانتش بتكذب عليه ولا حاجة. في نفس الوقت ده بيكون فيك لاحظ مكالمة الشرطة الموجودة على تليفونه، وقعد يهدد ستيلا انها تتكلم وتقول له اللي حصل وايه اللي هيقتلها. فاعترفت له بكل حاجة حصلت وانها على علاقة بتوم من سنين، وانها حاولت تهرب لكنه مسكها وكتفها وربطها من تاني على السرير. فحاول يعرف منها ان توم عرفها باسمه وهي بتنكر، فضربها ورجعها يغمى عليها من تاني. رجع توم من بره وفضل فيك بيحاول يلعب باعصابه ويخليه يعترف باللي حصل، لكنه اعترف له انه صادق معاه وانه ما يعرفش حاجة ازيد من اللي بيقولها له. فقال له خلاص يبتدي يجهز علشان ما فيش وقت ولازم يروحوا عشان ياخدوا الفلوس. وبالفعل ابتدوا يخدروا ستيلا بحقنة مخدرة عشان يشيلوها ينقلوها في مكان بره بعيد عن البيت. خرجوا بالفعل لمكان مينا مهجور وربطوها هناك، وخد فيك المفاتيح من توم علشان يتأكد انه مش هيسيبها لها. فسألوا توم مين هيجي يفكها بعد ما ناخد الفلوس ونهرب. قال له واحنا مالنا، حتى لو ماتت ايه مشكلتك انت؟ فسكت توم علشان ما يكشفش نفسه، وطلعوا ركبوا العربية ووصلوا للمكان اللي فيه شنطة الفلوس. وقبل ما ينزل من العربية ركب تليفون ستيلا علشان يبقى شغال وهو موجود في العربية، فطلب فيك انه يروح يجيب شنطة الفلوس عند العلامة الحمراء. واول ما وصل بيبلغوا ان مفيش اي فلوس حد سايبها في المكان وانهم خدعوهم، لكنه بيقرب منه فيك ويقول له انا اللي غيرت مكان التسليم وانت خاين وجه الوقت انك تدفع تمن غلطتك وكل اللي عملته من ورايا. لكنه توم بيركع ويترجاه يرحمه لان ستيلا حامل بالفعل، وقعد يفكروا لما اتعرفوا على بعض في السجن وان هو بنفسه اللي دافع عنه، ومن ساعتها هم اصحابه ومحدش عارف يفرقهم. استغل الفرصة وهجم عليه وقعه على الارض، لكنه فيك لحقه برصاصة في كتفه وهو بيجري. راح بعدها يدور عليه لكنه اختفى. قرر فيك يركب عربيته علشان يجيب الفلوس، لكنه بيتفاجئ بتليفون ستيلا القديم مفتوح في العربية. رماه وانطلق على مكان التسليم، وبالفعل يرجع وهو معاه شنطة الفلوس. واول حاجة يعملها يروح علشان يتخلص من ستيلا اللي عرفت اسمه وبقيت خطر عليه فعلا.
ابتدى يجهز حقنة السم وهو بيقول لها ما تخافيش، كل حاجة هتخلص بمنتهى السهولة، وهي شوية قلم صغيرين والحقنة بعدها تشتغل وكل حاجة تنتهي. وقبل ما يلمس ستيلا وهي مذعورة بتحاول تصرخ، يكون وصل توم ويضربه بماسورة حديد على وشه اللي جابته على الأرض، لكنه قام بسرعة وهو لسه ماسك السلاح بتاعه. ابتدى يلوم توم وغبائه وإنه كان زمانهم مع بعض بيحتفلوا بالفلوس بعد تنفيذ خطتهم، لكنه هدم كل حاجة بغبائه باللي عمله. حاول يهجم عليه توم لكنه ضربه تاني بالمسدس. استغلت ستيلا الدربكه اللي حصلت وهو بيهجم عليه، حطت رجلها وقعت منه المسدس على الارض اللي وصل في ايد توم ساعتها وهو بيضرب عليه رصاصه في دماغه قتلته. ابتدت تستنجد بيه ستيلا علشان ينقذها ويفكها قبل ما يموت، وبالفعل بيزحف لاخر نفس فيه علشان يخرج المفاتيح من جيب فيك ويديها لها. قدرت بالفعل ستيلا تفك نفسها وهي بتبص لتوم بنظرة فيها مشاعر كتير متلخبطة، مش عارفة تشكره على انقاذ حياتها ولا تعاتبه لانه السبب في كل ده اصلا. فضلت جنبه لغاية ما مات، وبينتهي اخر مشهد وهي بتجري بسرعة تركب العربية واللي بيكون جنبها الفلوس وهي مش مصدقة ان اتكتب لها عمر من تاني علشان تعيشه. تنساش في نهاية الفيلم تسيب لي رايك في كومنت ولايك للفيديو واشتراك في القناة واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.